نظرة الإنسان للأشياء الوحشة اللي بتحصل في حياته. أنت بتبص لها إزاي؟ مين فينا ما بيحصلوش حاجات وحشة؟ كلنا. وده جزء من تجربتنا في الحياة. بنمر بحاجات صعبة، بنمر بحاجات وحشة، بنمر بأحداث صادمة، نقابل ناس ممكن ما يكونوش أحسن حاجة. وعلى فكرة ده جزء من تجربتنا كلنا في الحياة، كل بيمر بده. ففي إنسان لما بتحصل له حاجة وحشة فبيقول إيه؟ أنا أكيد إنسان وحش عشان كده ده حصل لي، أكيد ربنا بينتقم مني، أو أكيد ربنا بيعاقبني. فهنا الإنسان بتكون نظرته وحشة قوي لنفسه، إن هو بيبقى شايف إنه أنا أستحق الأشياء الوحشة اللي تحصل لي. ودي طبعا نظرة مشوهة للنفس، وكأنه الإنسان عايز يقول إيه؟ أنا ما استاهلش إن الحاجات الحلوة أو الكويسة اللي ممكن تحصل إنها تحصل. وده أوقات ممكن يخلي الإنسان كسول، أو إن هو يعمل حاجة كويسة لنفسه، اللي هو مش مؤمن انه انا استحق ان انا اعمل حاجه كويسه، ما عندوش الطاقه حتى ان هو يتحرك او ان هو يعملها. الانسان اللي دايما بيشوف نفسه مستحق للاشياء الوحشه دي، يبدو انه كانه انسان حاسس بشيء ما بالنقص جواه، او شيء ما مشوه جواه. فيقول لك انه الانسان ده بيحاول ان هو يعوضه، يعني انا عايز اعوض الشعور ده. فالتعويض هنا بيجي من حاجتين: يا اما انا احاول ان انا ابان انسان كويس ولكن في عيون الناس انا محتاج اشوف تصورات الناس عني ان انا انسان كويس، عايز اسمع منهم ان انا استاهل، مع ان صورتي انا عن نفسي في علاقتي مع نفسي انا شفت ان انا وحش. فانا عايز اعوض ده، فانا اعوضه في مين؟ الناس هي تقول لي. وخد بالك هنا بتبقى في مشكلة كبيرة، ان هنا انت بتبني قيمتك ومحبتك لنفسك من الخارج وليس من الداخل. واللي بيبنى على الخارج هو مش في ايدك، هو سهل في اي وقت ان هو يتغير، سهل في اي وقت ان هو يتهز. ليه؟ النهارده انا حبيبك، فانت ممكن عشان ليك مصلحة عندي فانت يعني تيجي تقول لي اجمل كلام في الدنيا، وبكرة لان احنا اختلفنا ممكن تيجي تقول اسوأ كلام في ظهري. فانت حس انه سهل في اي وقت انا نظرتي عندك انها تتغير. انا ما اقدرش ابني قيمتي عليك، ما اقدرش ابني محبتي لنفسي عليك، ما اقدرش ابني ده على تصورات الناس، لان حتى الناس بطبيعتهم مختلفين. يعني انت ممكن تحبني، غيرك ممكن ما يستلطفنيش، لله في لله. لا انت شفت مني حاجة حلوة ولا هو شاف مني حاجة وحشة. في ناس تانية بتحاول انها تبنيه من خلال الانجاز، سعي للانجاز، المثاليه. ليه؟ لان انا برضو لما انجز فده معناه ان انا شاطر، انا حلو اهو، انا ناجح، انا كويس. طب لو تعثرت، طب لو حاولت في حاجه وما ظبطتش، هتقول انا نحس، ملهاش منطق تاني. فانت هتيجي برضو في النهايه ايه؟ على نفسك، لان انت بتبني قيمتك على شيء مش في ايدك.